السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. البنات البنات ما تنسونيش من لي لايك ديالكم. الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك وشاركوا، اللي ما مشاركاش تشارك معنا. والبنات حتى اللي ما كيوصلهاش الجديد تلغي الاشتراك وتعاود تشارك وتضغط على الجرس باش يبقى يوصلها الجديد. البنات كثروا من لي لايك. المهم البنات نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله في احسن الاحوال. والوصفات اللي كنزل لكم انكم تجربوها، راه الوصفات اللي كنزل لكم البنات راه وصفات اللي هما مجربين، وصفات اللي هما كيعطيو نتيجه، وصفات اللي انا تقريبا كنخدم بهم للناس. هاد الوصفات البنات راه خطيرين وزوينين ومجربين، غير جربوهم. المهم بزاف البنات صيفطوا لي في الخاص ان عندهم مشاكل مع العدوزه او اللوسه، او مهم شي شخص بحال هكا كيحرش عليهم. راهم عارفين، حنا ما كنعموش وما كنقولوش كلشي مزيان وما كنقولوش كلشي خايب، كاين وكاينه البنات. المهم البنات اللي هي كتعاني من العدوزه الحراشه، العدوزه السحاره، العدوزه اللي حاسده مرت الود. بزاف العيالات من كيزوجوا ولادهم عاد كيعزوا عليهم ولادهم وعاد كيبغيوهم وعاد كيوليو هما غيرين من مرت ولدهم، وكيجيب لهم الله مرت ولدهم راه غدير لهم هذاك الدري وما عرفت شنو غادا تفارت بيه غير راسها. المهم اللي كيعانيو من هاد المشاكل البنات ديروا هاد الوصفات، راه زوينين وما فيهمش اذيه، ما فيهم مضره، ما فيهم حتى شي حاجه البنات، غير باش تزكع لك من تحرش وتزكع لك من السحور. تجربي هاد الوصفات وغتردي عليا وداومي عليهم وشوفي النتيجه اللي غادا تبهري بها. كما قلت لكم البنات ما تنسونيش من لي لايك ديالكم البنات، باش يعني راه التفاعل في القناه طايح بزاف. كما انا ما كنبخلش عليكم وديما كنزل لكم الجديد، حتى نتوما ما تبخلوش عليا بلي لايك، كثروا لي لايك البنات. كما قلت لكم راه هاد الوصفه راه واخا تولي تسحر، واخا تولي تحرش، راه ما شنقول لكم، ما غاديش يبقى يسمع ليها راجلك، ما غاديش يبقى يتسوق ليها. هي هاد الوصفات ماشي خيوبه، ماشي كراهيه بين الزوج والام ديالو او اخته او هادو، غير انه باش تبرد من التحراش ولا راجلك يعني ينفض ودنيه من التحراش. المهم البنات وكما كنقولوا الله يحنن القلوب والله يهدي، الله يهدي ما خلق، هادشي اللي غنقولوا. المهم البنات غادي تشدي الا دبرتي على، الا لقيتي الفولار ديال عدوزتك، الزيف ديال راسها اللي كتحزم به راسها، الزيف اللي كتحزم به راسها لقيتيه مسخ ديالها مسخ، غادا تجيبيه كما قلت لكم يكون مسخ البنات فيه العرق ديالها، المهم فيه ريحه راسها. غادا تجيبيه وغادا تفوريه في الكسكاس 7 المرات. كما راكم عارفين الطريقه ديال التفوار، ديريه في الكسكاس وتحيديه تيبرد وتعاودي ديريه تاني فور 7 المرات وانتي على هاد الحال. هذه هي الوصفه الاولى البنات، غادا تخليها تسحر حتى تشبع، عمر شي حاجه ما تقيسك. كما قلت لكم غادا تجيبي الفولار ديالها، الزيف ديال راسها يكون مسخ فيه العرق ديالها وفوريه في الكسكاس بحال الكسكسو، غديري ليه 7 تفويرات وخليها تسحر حتى الصباح، ما عمرها غتشد فيك شي حاجه من جهتها. والمهم البنات الوصفه الثانيه، غادا دخلت الحمام تبعيها وديري راسك مزروبه وصل يديك فوق من يديها، هادي باش تولي خدمتك انتي لا خدمتيها لراجلك تسبق خدمتها هي، ما تشدش فيه كما تشد فيه خدمتك نتيا. هذه تغسلي يديك فوق من يديها، الا دير راسك غادا مضروبه للحمام ولدك طاح ولا شي حاجه، ولا مهم نسيتي شي حاجه في البوطه ودخلتي بغات تغسلي يديها، تبعيها بالزربه وغسلي فوق من يديها يديك. المهم الوصفه الثالثه البنات، غتجيبي طرف ديال الخبز تكون عاجناه هي بيديها، كما قلت لكم تجيبي طرف ديال الخبز تكون عاجناه بيديها وديريه في شي مجمر وتخليه يتحرق وطيبي عليه الطاجين، وهذاك الطاجين ضروري ما ياكل منه راجلك. كما قلت لك خبز تكون عاجناه بيديها وغادا تجيبيه وغادا ديريه في مجمر وتخليه يتحرق، غير طريف منه ماشي طرف كبير د الخبز، ولا غير طريف ديال الخبز، وغادا تجيبيه وغادا تلوحيه في المجمر وطيبيه فوق منه الطاجين وتعطي راجلك ياكلو، راه حتى هي كيبرد عليها وتخدمتها كتبرد وكتحرق، ما كتبقى حتى شي حاجه تشد فيكم. المهم البنات غادي تجيبي تشري ليها بلغه وفولار، هادي تجيبي بلغه وفولار وتبيتيهم تحت راسك 7 ايام، تبيتيهم تحت راسك 7 ايام، نهار الثامن عطيهم ليها، راه حتى هي غادا تبرد وغادا تنساك وغادا ما عمرها تبقى تسحر لك ولا تشد
فيها تشد فيك خدمتها. هاد الوصفات البنات راه زوينين ومجربين، كما كنقولوا الله يحنن القلوب والله يهدي ما خلق. هادشي اللي كاين البنات، انا ماشي كنحرشكم، ولكن هاد الوصفات راه زوينين ما فيهم شي حاجه اللي خايبه. جربوهم وردوا عليا الخبر. كما قلت لكم الوصفه الاولى تاخدي الشال ديالها تكون ممسخ حازمه به راسها وتفوري في الكسكاس بحال الكسكسو 7 المرات. والوصفه الثانيه تغسلي يديك فوق من يديها في الحمام. وتجي في الوصفه الثالثه تجيبي طرفه الخبز تكون عاجناه وديريه في المجمر وطيبي عليه الطاجين وعطيه لراجلك ياكل منه. شري ليها بلغه. الوصفه الرابعه ولا نعرف الخامسه، شري ليها فولار وبلغه وبيتيهم تحت راسك 7 ايام، نهار الثامن عطيهم ليها. المهم البنات ما تنساونيش من لايك ديالكم، التعاليق ديالكم، اللي يحتاج شي وصفه مرحبا والف مرحبا، وحتى اللي يحتاج الرقم ديالي راه غنخلي لكم على الشاشه. يلا خليتكم على خير البنات، والسلام عليكم الى وصفه اخرى ان شاء الله البنات. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله.